أهلا بكم في أخبار الكوكب المصري من جريدة تحيا مصر حرة. نبدأ أهم العناوين. مبروك لمصر وللوطن العربي بعد الفوز في مباراة منتخب مصر أمام إيران في كأس العالم. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يؤكد أن الدولة تسير في الطريق الصحيح من خلال تمكين القطاع الخاص ليكون قاطرة التنمية. وزارة العمل تعلن إنفاق 2,940 مليون جنيه لحماية العمال وتأهيل الشباب منذ عام 2002 وحتى 22 من يونيو 2026. ومن ميناء الدخيلة وزير الاستثمار يؤكد أن خفض زمن الإفراج الجمركي يمثل أولوية لتحسين بيئة الأعمال. وزيرة التخطيط تعلن أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بنسبة 5% ل3 فصول متتالية. طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات يؤكد أنه لا توجد أي مشكلة في تملك الأجانب لأكثر من وحدة عقارية، مشيراً إلى أن ذلك يساهم في توفير العملة الصعبة. وزير الاتصالات يؤكد أن منصة تصدير العقار المصري منظومة متكاملة ومؤمنة وتعمل بعدة لغات. وزارة التربية والتعليم تبحث مع شركة هواوي توسيع مشروعات التحول الرقمي وإدماج الذكاء الاصطناعي في المدارس. وزير الاستثمار يتفقد مصنع كولد أليكس بالمنطقة الحرة ويؤكد دعم التوسع الإنتاجي وزيادة الصادرات. نقيب الفلاحين نقلاً عن وزارة الزراعة يؤكد توفير الأسمدة الحرة بأسعار معتدلة إلى جانب استمرار صرف الحصص المدعمة. والشعبة العامة للمخابز تعلن بدء تطبيق منظومة الخصم المباشر للدقيق المدعم اعتباراً من الأول من يوليو. الإعلامي مصطفى بكر يطالب الحكومة بعدم رفع أسعار الكهرباء، مؤكداً أن الظروف الاجتماعية صعبة وأن المواطنين يحتاجون إلى المزيد من الدعم. وفي ملف الصادرات، مصر تصدر أول شحنة أسمنت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الأسواق أعلن نقيب الفلاحين أكبر تراجع في أسعار اللحوم الحية منذ عيد الأضحى لتسجل 165 جنيها للكيلوغرام. رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب يؤكد أن تملك الأجانب للعقارات أمر محمود ومرحب به ولا يثير أي مخاوف. وفي الملف الاقتصادي، رحلة الجنيه المصري من أضعف العملات أداء إلى أفضلها أداء تصبح محل دراسة واهتمام. وأخيراً، مصدر بالمونوريل يؤكد أن تشغيل المحطات الجديدة اليوم لن يكون مجاناً وأن سعر التذكرة سيبدأ من 20 جنيها. كانت معكم نشرة أخبار الكوكب المصري، ودائماً تحيا مصر حرة.